السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يحفظ السودان وأهله، وأن يثبت الحق، وأن يخزي الباطل ويكشفه ويفضحه. الحقيقة صمنا عن الكلام فترات طويلة، ولكن رغم هذا الصوم وهذا الصيام إلا أن الله كتب أن أكون أول أهل السودان، يعني هذا العدد من أهل السودان ما يغضو عن 40 مليون وزيادة، أول من تحدث وعلق على هذه الفتنة التي حاولت أن تقوض وجود الدولة ومؤسسات الدولة والسيطرة على الدولة والهيمنة، فتنة الحرب. أول من علق عليها من بين هذا العدد الكبير من أهل السودان هو أنا. كنت في قناة الجزيرة وبعض الفضائيات، وحكمنا من أول يوم أن الذي يحاك لبلدنا ويجري وخطر على الدولة ومؤسسات الدولة، وخطر على مستقبل السودان وأجيال السودان، وخطر على الحياة الطبيعية وتداول الحياة الطبيعية جيل بعد جيل، وهو تغويض لكل شيء، للتاريخ، للثقافة، للأمن، للاستقرار، للجامعات، للمدارس، للمؤسسات، لكل شيء. وكان هذا رأينا الذي انطلق أول ما انطلقت الشرارة الفتنة الأولى. أنا أعتقد من خلال انطلاقة هذه الشرارة الشعب السوداني واجه ظلم كبير وانتهاكات لم يواجهها شعب في المنطقة من حولنا أو حتى البعيد منا. وفي بعض الأحيان تجري المقارنة بين ما وقع على الشعب السوداني من ظلم وانتهاكات كبيرة وخطيرة وبين ما يفعله حتى العدو الصهيوني الذي ننظر إلى جرائمه وأفعاله الآن تدمر كل شيء في حياة أهلنا في فلسطين وفي غزة. ولذلك ما جرى هو ليس بعيد عن الأحداث الكبيرة التي تنتظم منطقتنا وتريد بشكل أو آخر أو بطريقة مباشرة وغير مباشرة تسعى لهندسة وتشكيل هذه المنطقة لتكون منطقة خاضعة لإرادة قوى إقليمية ودولية تسعى جاهدة لأن تدمر هذه الأمة، سواء كان عربية أو إسلامية أو أفريقية متحررة وغيره. ولذلك هذا الصراع هو ليس صراعا مجردا عن هذه العوامل الإقليمية والدولية، ومن أول يوم كنا نفهم ذلك. ولذلك كان القرار الوطني بالمناسبة من أول يوم، وكنا أكثر الناس ظهورا للإعلام الداخلي والخارجي مع هؤلاء الإخوة، أننا يجب أن نتخذ موقفا حتى وإن لم يكن الآن، بعد الآن، غدا، بعد الغد، موقف يشبه مواقفنا الوطنية التي لا يزايد عليها أحد، والتي كانت حاضرة كذلك بقوة في التعامل مع الأحداث التي جرت في بلدنا طوال 5 أو 6 7 سنوات مرت وعدت. ورغم هذه المرارات أنا أريد أن أرسل رسائل مهمة جدا، لأننا نواجه تحديات كبيرة وخطيرة، وخاصة قبيلة الإعلام ولله الحمد أنتم مشكلون حضور قوي. رغم هذه المرارات وهذا الظلم وهذه الانتهاكات الكبيرة التي وقعت، لكن لم ينقطع الأمل، لأننا نعتمد قاعدة: لا معنى للأمل بلا أمل، ولا معنى للأمل بلا عمل. فأهل السودان كلهم هبوا هبة وعملوا عملا فيه صبر كبير لتجاوز هذه المحنة وتطبيع الحياة، رغم محاولة العدو والخصم الذي يخطط لأن يفرق المدن والقرى والحلال والفرقان والمدارس والجامعات من الحياة الطبيعية. أننا لدينا أمل كبير في أن ننتقل بشعبنا من حالة الصراع والحرب والفتن إلى حالة التوافق والسلام. هذا هو الغرض الأساسي رغم هذه الحالة الصعبة ورغم التباين الاجتماعي والخلافات والصراعات والفتن. حالة التوافق وصولا إلى نظام، هذه الديمقراطية التي يتحدث عنها البعض، وصولا إلى نظام ديمقراطي أو نظام يرتضيه الشعب وفيه إرادة الشعب هي الأقوى والأكبر، طبعا عكس إرادة الموت والخراب. الإنسان الذي يسعى ويخلق حالة من الفوضى والموت والخراب يستحيل أن يصنع حالة سلام وتوافق ورضا وقبول وحياة طبيعية. هذا لن يكون، سواء كان ذلك حاملا للسلاح الآن يقتل في الأبرياء، أو سواء كان سياسيا يدعي أنه يسعى لتحرير البلد من الظلم والاتجاه بها إلى نظام ديمقراطي تعددي وسلام وما إلى ذلك. السودان الآن بحاجة إلى استراتيجية ذات طبيعة الشمولية، لأننا الآن وضعنا السياسي تأثر
وفي انقسام كبير، وضعنا الاجتماعي، وهذا واحد من الثوابت الكبيرة. حتى الصراعات الموروثة من قبل الاستغلال وبعد الاستغلال ظل الوضع الاجتماعي رغم أمراضنا الاجتماعية، لكن بشكل أو آخر كان فيه محافظة. هذه المحاولات الخطيرة والتي جرت لتغويض الوضع في السودان كله هي أول ما سعت لضرب وحدة الناس الاجتماعية، وهذا خطر ويشكل تحدي كبير حتى بعد الحرب. حتى بعد الحرب أكبر تحدي بيواجه الناس في كيفية خروجهم من هذه الدائرة الخطيرة والاتجاه ببلدهم نحو التوافق والسلام والمحبة والوحدة والوئام. وإذا نظرنا إلى المرارات، أنا أعتقد هذا السودان حتى الجزء الذي نظل نحن موجودين فيه آمن لن يكون آمنا. طبعا على أهل السودان كذلك أن يتركوا الانتصار للنفس وحظوظ النفس، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، لأن من 56 لغاية الليلة أي زول عايز ينتصر لنفسه وينتصر لروحه، وإلا إذا ما لقى حاجته يلتف الالتفافات الخطيرة اللي قالها الأخ دكتور عبد القادر. وهنا أنا داير أقول بشكل واضح وصريح، ونحن أهل قانون وإنتوا أهل إعلام، طبعا ما شاء الله في علاقة وتداخل بين القانون والإعلام ما بينفصل. أنا داير أقول القانون لا يجرم قبيلة ولا يجرم مجموعات، وإذا ما اتجه الناس لأن يجرموا قبائل أو مجموعات هذا يعني أنهم سيجرمون وطنهم وبلدهم وسيغرقون في دماء. حتى الذي يجرم سيجرم نفسه هو. ولذلك كل الحذر كل الحذر هو أن لا نسعى إلى تجريم القبائل. حتى في إعلامنا اكتبوا الكلام الذي يوحد المجتمع، يوحد القبائل، يعالج الأمراض، ونتجه بمجتمعنا وقبائلنا كلنا. قبائلنا ذاتها هي ضحية لمحاولات ومغامرات يائسة، وهم ضحايا لفتن مزقت مجتمعنا في كل اتجاهاتنا وقبائلنا. القيادات السياسية والاجتماعية في البلد رغم أنه البلد ما فيها كبير، آخر كبار البلد وكنتوا بتعايروهم ونحن ذاتنا بنعايرهم معاكم شديد وحضرناهم، لأن أنا ما حضرنا المحجوب ولم نحضر الأزهري ولا عبد الخالق ولا الشفيع ولا من القيادات، لكن حضرنا حسن الترابي وحضرنا الصادق المهدي وحضرنا نقد وحضرنا المرغني الآن يعني ربنا يدي طولة العمر، وحضرنا قيادات ما دون ديل وعشنا معهم تجارب. هسه عدين لو كانوا أحياء ما كان بنغرق، لأن البلد الآن ماشي فوق ساكت ما فيها كبير للأسف الشديد. بتلقى الزول كبير لكن يتكلم عن قبيلته، تلقى الزول كبير يتكلم عن منطقته، تلقى الزول كبير يتكلم عن حزبه وعايز يخصي ويضرب ويدمر الآخر. ولذلك البلد تراجعت وارتدت وانحطت إلى أن وصلت لهذه المرحلة. في النهاية لملمت هذا الواقع، وده الأمل اللي قبل قلت لكم الذي يجب أن نعيش عليه وأن نعلم أجيالنا عليه. يجب في النهاية أن ننتهي إلى حل. هذا الحل ليس لمصلحة أصحاب الطموح الزائف والذين يحاولون أن يصادروا الرأي الآخر ويصادروا حق الآخرين وأن يكونوا هم فقط الموجودين. ينتهي بحل بآليات وسائل يرتضيها الشعب السوداني، لكن الحل يكون أكبر من قبائلنا، أكبر من أحزابنا. الحل لمصلحة الدولة السودانية التي ورثناها رغم ملاحظتي أنا وملاحظتك أنت وملاحظة الجميع. حل يضمن بقاء الدولة، مؤسسات الدولة، وأهم مؤسسة فيها وأنا بكلمكم المؤسسة التي من حقها تمتلك السلاح وأن تواجه المخاطر المحدقة بالبلد، وهي مؤسسة القوات المسلحة السودانية. أنا زول سياسي وأعرف المخاطر وأعرف العالم ده كله بقى غابة ودول من حولنا عايز تبتلعنا والعالم لا يعرف إلا الغوي. أنت يا بتاع السياسة البعيد وأنت اللي كنت جزء من القوات المسلحة بالقانون عايزني أنا أبقى أدمر قواتي المسلحة وأدمر الأجهزة حقتي الأمنية والشرطية. ما الذي يجري بعد ذلك؟ سيحل محل تدمير هذه المؤسسات الفوضى والخراب وإلى الأبد. ما حتكون في حياة طبيعية في السودان. وده الكلام اللي كلنا بنقوله للأخذ، إنه إذا فكت طلقة واحدة والبلد دي متباينة اجتماعيا وسياسيا ما حتتلملم كده. أنا داير أقول فترة الحرية والتغيير وهي متهمة، حتى أخونا طبعا صحيح أنا أتفق معه، السياسة دي زي الكلام اللي بتكتبوه أنتم ما وراء الخبر في أهل الإعلام بيعرفوه، لكن طبيعة الصراع على الموارد وعلى البلد وعلى مقدراتها وعلى حتى استهداف ثقافتها وأخلاقها، ده صراع يبدو بعض مرات ظاهر لكم فوق، لكن تحت هو الصراع المشتعل. بلد دي فيها أطماع
فيها قوة إقليمية ودولية، فيها قوة عالمية، قوة متكبرة متقطرسة. هي عايزة تبتلع السودان ده كله، عايزانا نحن تجوع وتاكل هي تشبع، عايزانا نحن ما نلقى مويه تشيل المويه هي، عايزانا ما نلقى بترول تشيل البترول هي، ما نلقى زراعه تشيل الزراعه هي، ما نلقى ذهب تشيل الذهب هي، ما نلقى مواني وما نلقى بحر وتشيل البحر والمواني هي. ده صراع الان. الصراع ده قتل اخرين، دمرهم في عدد من مناطقهم وانتقل لنا هنا. صحيح السياسيين ونفاقهم بيقول لك نحن صارعنا حتى وإن اختلف البعض مع الكلام، لكن صراع الموارد، صراع السيطرة والهيمنة، صراع المشروعات الكبيرة، صراع تصفية الدولة السودانية واستبدالها بدولة ضعيفة منهكة منتهية، قرارها الوطني ما عندها، عند مجموعات ضعيفة، عند مجموعات يوم من الأيام نحن حتى لكن أنا أبوي بيكلمني بيمشي الحج بيشيلوا فيه شنطتهم دي أكلهم وشرابهم عشان يمشوا يأكلوا آخرين. دول من حولنا هي عايزه السيطره على الكلام ده، لكن الصراع حديثه صحيح موارد كبيره، هيمنه وسيطره. طيب لكن في سبب جوهري ديل ما لقوا حاجه يقنعوا به الراي العام والداخلي عشان يعمل الفعله، قالوا نحن صحيح. والغريبه لما رفعوا شعار الاطار او نعمل او الحرب او الموت او الدمار، الشعار ده حقيقه هو الفجر، هو السبب الفجر الكلام ده، فجروا. ولكن الاسباب الرئيسيه بتاعت الهيمنه والسيطره والحاجات التحت هي كانت المستمره والتفاهمات السياسيه واللعب وكده. والغريبه في ذاته الاخ ده هو بيلعب على الاخر من الناس. يعني لو قدر الله حتى هسه بعد الدماء دي في زول بيعمل له دماء، يعني هو كان الاول في البلد كلها، الاول يعني من حيث الانتشار والتاثير والمال والموارد والعلاقات، ويصول ويجول أكثر من آخرين، مع إنه البلد فيها زول، فيها رئيس مجلس السيادة. طيب أنت بتنط لك نطة زي دي تغرق البلد وتغرقك أنت عشان يجوا مجموعة من أحزاب تجي تحكم البلد. طبعا نحن حنشهد فصل من فصول الصراع والمواجهة والتصفية إذا ما كتب الله، والحمد لله لم يكتب، الحكاية مشت، لأنه ديلك برضو مغشوشين، فده بيلعب بدا وده بيلعب بدا وديلك برضه بيحاولوا بيلعبوا بدا. دي اجنده متقاطعه. وواحده من الحاجات انا قلت للاخ حميتي اذا انت اقتنعت تشتغل مع الحريه والتغيير او هم يشتغلوا معك، من الذي يقنع دكتور محمد عبد الله والدبوب؟ وعندنا سهم في مواجهه الجماعه دي. ومن الذي يقنع هؤلاء الساده من الدكاتره والاساتذه حتى المحامين والقضاه؟ انا ما عايز استسهل واقول يعني استرسل كثير، لكن عايز اقول انه حميتي نفسه تعرض لعمليه خداع كبيره، تعرض لعمليه بتاعت خداع كبيره وتم اختطاف القرار. وفي قيادات حزبيه هي الحقيقه هي المستشاره الرئيسيه في فتره من الفترات، الناس اللي بيستشيروهم وهم اساسيين في صنع القرار وديفيشن، يعني تحويل مسار الخط الوطني. لان انا واثق اغلبكم في واحدين لما كان بيقول الدين خط احمر، البلد دي قرارها وطني، البلد دي نحن والجيش ما في حاجه بتمرقنا. اعتقد اي زول وطني كان مشفق على حاله البلد انها ما تنزلق كان بيقول لنا نحن معاك، ضل في الكلام ده، نحن متفقين معاك. طيب قلت له اذا انت اتفقت مع دين واتفقت من الذي يقنع الاخرين؟ ولذلك يا اخواننا انا داير اقول في الاتفاق الاطاري واختم. الاتفاق الاطاري الزول ده ايده وهو جاي من الامارات، انتم عارفين جاي من برا السودان في السما فوق، وكلام مكتوب طبعا، وقال انا اؤيد هذا. اول ما وصلنا الجماعه ديل قاعدين ونحن قاعدين كلنا قلنا له طيب الموضوع ده موضوع خطير وعنده اثره الاجتماعي والسياسي في تمسك البلد، انت كيف تؤيد؟ يعني انا محامي اذا دار اعمل عقد، شروط العقد الجوهريه بديها للاطراف كلها يعاينوا ويراجعوا ويشاوروا حتى بعد ذاك اعمل الاجريمنت او الصايم او اجي امضى. فانت كيف بتعمل حاجه في اتفاق متعلق بالبلد ب 50 مليون سوداني ومستقبل البلد؟ امشوا اقعدوا وجيبوا الكلام. مشينا الشباب ديل قعدوا كلهم. الاتفاق الاطاري اتكتبت فيه 33 ملاحظه. اول ملاحظه من بسم الله الرحمن الرحيم التي اغفلها، قلنا له انت طبعا زول تجاني ونحن في عرفنا ونحن مسلمين بديننا البسيط ده، اي عمل عندنا ما بيبدا بسم الله الرحمن الرحيم ابتر مقطوع ما فيه بركه وما بدي الناس قدام. حتى مره من المات قال انا عملت تغيرات وعدلت وكتبت بسم الله دي. طيب في من بين ال 30 ديل او ال 33 في نقطتين جوهريات. نحن يا اخواننا لانه كنا بنحذر
أي قوة سياسية ظاهرة ومستترة إنها تلعب بالنار، واللعب بالنار عندنا تلعب بالأجهزة الأمنية والعسكرية حقتنا، خاصة الجيش والدعم السريع. ما في زول وطني وزول بيعرف قيمة الأمن والاستقرار والفتن بيحاول يلعب بين الجيش والدعم السريع. كنا نحذر ونقول الكلام ده في الإعلام، وبنلقى آخرين بيقول لهم هوي ما تعملوا كده، حكاية دي خطرة، ما تبعدوا، حاولوا تشجعوا إنه العساكر ديل الجيش والدعم السريع يمشوا مع بعض، وإلا إذا ما مشوا أنتوا والله الكلام بتاع بيوتكم تقعد فيها الكدايس ذاك بيبقى قالوه. طبعا مشى لعبة في الكلام، لعبوا القوة السياسية دي الآن تستنكر بعض الأشياء، هي لعبت على هذا وزينت ونفخت وجعلت الحكاية متضخمة لغاية ما الكورة دي انشرطت، ولا الأنبول يعني اتشرط واتفجر بطريقته دي. أنا داير أقول النقطة الأساسية المتعلقة مثلا أي الناس عندهم بيحتكموا لدينهم لثقافتهم لأعرافهم، في قوة محترمة في البلد دي تكتب لي نص، وطبعا في إشارة لعلمانية واضحة إنه إنه الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية وكذا. قلنا له اللغة دي ما حقتك أنت ولا حقتنا نحن، دي حقت ناس معينين ما عندنا مانع، لكن تعال بدلها قول الدولة على مسافة واحدة من 40 أو 50 مليون سوداني دين، والدولة تحترم دين الجميع، ثقافة الجميع كله، لكن يعني كده، لكن على مسافة واحدة عشان تساوي لي كده وتأخر بتعمل تأويلات وتفسيرات بترميك. ثانيا أنت من مصلحتك أنت ومصلحة الدعم السريع ومصلحة البلد دي وأمنها واستقرارها، أي زول يقول لك أنت ما جزء من الجيش وما تابع للجيش، تسليح وحركة وتنقل وتشوين وتعليمات، ده زول عدو بالنسبة لك أنت وعدو لنا وعدو للسودان ده كله وأمنه. أنت جزء من القوات المسلحة السودانية بالقانون، ونحن قاعدين نقول الكلام ده، والرئيس البرهان أكثر من مرة لحكمة يعلمها هو بيقول الكلام ده وقاعد يدافع، شايف الآخر بيمسكوه كأنه قالوا، لكن لا، الغرض الأساسي منه إنه والله أنت جزء من الجيش، جزء بكل تفاصيله وحركته. طيب في آخرين جو قالوا لا لا والله أنت راس براس، راس براس. نحن قلنا له هنا الخطر، وهنا البلد دي حتدخل في تناقضات، وبالتالي أنا أعتقد حاولت بعض القوة الظاهرة والمستترة إن تجر الدعم السريع من إنه هو جزء من الجيش إلى محل ثاني وتفاصيل ثانية أخرى. أنا كل الدائرة أقوله وأختم، نحن مع إصلاح المؤسسة العسكرية وإصلاح أجهزتنا الأمنية والشرطية، تكون مواكبة أي ملاحظات تاريخية وآنية تستوعبها، لكن إصلاح مؤسساتنا العسكرية دي بتدميرها، بتخريبها، بقيادة حرب، بتدمير مؤسسة مثلا حتى كلام 100 سنة الناس قاعدين يستهزئوا ويضحكوا فيه البعض، تدمير عشان يحل محلها منو، ولما تدمرها نحن حياتنا حتكون كيف؟ تبقى زي دي، زي شايفينها قريب لغاية امبارح دي. إصلاحها بعدين الجيش ده حتى الأحزاب دي، انتوا عارفين أغلب قيادة القوة السياسية في الأحزاب ماتوا هم أمناء عامين لأحزابهم ورؤسائهم. الله يرحم شيخ حسن مات وهو أمين عام للمؤتمر الشعبي، وحتى ناس المؤتمر الوطني سقطوا بسلطتهم وعندهم زول واحد خطوه لصق في كرسي ده لغاية ما مات وموت البلد معه. والصادق المهدي مات هو رئيس لحزبه ده وإمام الأنصار. المرغني الآن أنا ما دار أقول أوف بوينت، لكن أولاده يتنازعوه، زول بيته ما وحده. جعفر حسن، وأنا قريب من البلد ده كنت ماسك به، عشان يصل جيته الأخيرة من المطار منو من جعفر وحسن يتقدم عشان يستقبلوا، والله ما قدرنا نعمل وفاق، والله الذي رفع السماء بلا عمل من أولاده الاثنين، لأن أي واحد لو سلم بيفتكر معاه المشروعية أو أنت مبروك بقيت الخليفة ولا الزعيم وامشي. أنا انتهيت الأخ عبد القادر، لكن داير أقول إنه ده شكلنا نحن عندنا واجهاتنا القبلية والاجتماعية مريضة، محتاجة لشغل تنقلها نقلة تتواكب مع بعدنا وانتماء الوطن.